سنلج إلى أيام الشهر الفضيل، وسيبدأ السباق والتنافس على الأعمال الصالحة والعبادات والطاعات، ولا بد أن ينتبه البعض وهو صائم. وأنبه بأني أقول البعض بين هلالين. لا بد أن ينتبه البعض أن صيامه في بيت مغتصب سيحرمه أجر الصيام، وأن إفطاره بمال منهوب من متجر أو أرضية أو مال عام سيحرمه أجر الصيام. إن قبول الطاعات يحول دونها ظلم الناس وإقلاق أمنهم، وأن التاجر المحتكر المتعامل بالربا المغالي للأسعار فعله هذا سيحرمه أجر الصيام. ففي لحظة شروعك في الصيام بصيام فريضة رمضان صم عن الكذب وقول الزور وأكل الحرام ومؤاذاة الجيران وملاحقة الصالحين. وللقادة والحكام أقول في لحظة إطلاق نية الصيام: أطلقوا نية أداء المسؤولية وعدم أكل المال العام، أطلقوا نية تقديم الخدمات وتطهير المدينة من المنكرات ودعم المجاهدين بالجبهات وإيجاد الحلول العاجلة لكل الأزمات والمضي قدما في تحرير البلاد من رجس الميليشيات.